على شرفكم يا خادم الحرمين، سيكون التدشين الجوي الآن لطائرة فا 15 SA في عرضها الجوي وظهورها الأول في أجواء المملكة. تزفها إلى سماء هذا الحفل طائرات فريق الصقور السعودية متوشحة باللونين الأبيض والأخضر لون علم المملكة العربية السعودية. وتعتبر طائرة فا 15 SA أحدث ما أنتجته مصانع شركة بوينغ الأمريكية في مجال الطائرات المقاتلة، والتي صنعت خصيصا للمملكة بناء على مواصفات تم تحديدها من قبل القوات الجوية الملكية السعودية، تتفوق فيها على جميع التحديات الإقليمية، ولهذا حملت الرمز SA والمخصص للمملكة العربية السعودية. قدم الطائرة فا 15 SA لأداء التحية بالطيران على ارتفاع منخفض، ومن ثم الانعطاف إلى اليمين استعدادا للهبوط. تم إدخال تحديثات مميزة لهذه الطائرة تتمثل في زوايا الأجنحة وزيادة في قوة المحرك الجبارة، وكذلك زيادة الحمولة الخارجية للطائرة بحيث لا تضاهيها أي طائرة حربية في جيلها، متمثلة في حمولة القنابل والصواريخ بأنواعها. كما تم تعديل في ارتفاع قمة القيادة لتقليل البصمة الرادارية وتحسين الأداء والرؤية. وكما تشاهدون الطائرة تنعطف يمينا وتقوم بإنزال العجلات والالتفاف باتجاه المدرج والاقتراب منه للهبوط. تم إضافة الرادار الجديد لهذه الطائرة للجيل الخامس لاكتشاف وتحديد أي هدف معادي، كذلك تحتوي على أحدث أنظمة الحماية والتحذير من الصواريخ المعادية وأنظمة التعقب السلبي والحرب الإلكترونية الجديدة، وبسرعة قصوى تزيد على 2600 كيلومتر في الساعة، فإن طائرة فا 15 SA الجديدة تعتبر أسرع الطائرات المقاتلة بالعالم.